ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى الوصفة الجميلة اللي كلنا بنعشقها دي مع بعض. هي صينية البطاطس بالفراخ. هنعملها بتكات بسيطة جدا بس هتدينا طعم وشكل وريحة حلوة جدا. بس لو اول مرة تشوفوني تابعوني على قناتي حيرة طبخ، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي مع بعض. انا عندي بقى كمية من الفراخ، اي كمية عندي انا اعملها بنفس الطريقة. هحط هنا معلقة من السمنة وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت. اول ما تسيح السمنة معايا كده والزيت يسخن معاها هبتدي انزل بقطع الفراخ بتاعتي. هديها بس صدمة كده او تشويح يا دوبك بس تديني لون، مش اكتر من كده. بتاخدش معايا وقت خالص، هي بتاخد دقيقتين 3 بالكتير وبتبقى جاهزة معايا. لو انا عندي بقى اكتر يعني كمية هتاخد مرتين مثلا هشوحهم برضو على مرتين، مفيش مشكلة عادي جدا. اول بقى ما بتوصل للون المطلوب ده يبقى كده هي تمام معايا قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. عندي بقى خلاط هحط فيه 4 طماطمات كبار مقطعين كده، وهحط معاهم بصلاية واحدة متوسطة، وهنزل عليهم بقى بكام فص توم، شوية توابل فراخ، بابريكا، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وملح. وهحط نص معلقة كبيرة من السكر. هنزل عليهم كمان بنص كوباية من المية عشان الخلاط يشتغل معايا، يعني عشان تضرب لي الحاجات دي ببعضها. وهنزل كمان بمعلقتين من الزيت. هضربهم بقى مع بعض. هي كده بقت جاهزة معايا. هجيب بقى صينية عندي، هنزل بالبطاطس بتاعتي وهنزل عليها بشوية من البصل كده حلوين، بصلتين كبار مقطعين كده او بصلاية كبيرة، وهحط قرن فلفل رومي. طبعا الحاجات دي احنا بقى ايه هناكلها بعد كده مع الرز بقى او بالعيش على حسب الرغبة. فالكميات دي بتاعتنا، عايزين نقلل عايزين نزود بتاعتنا يعني. هنزل عليهم بقى بشوية من التتبيلة دي عشان تحيقهم كده ويبقى ملحوم مظبوط. هنا هنزل بقى بمعلقة السمنة والزبدة اللي انا مسيحة فيها، والزيت اللي انا مشوحة فيها الفراخ. ولو مش حابة ممكن احط معلقة سمنة او معلقتين من الزيت وبس كده. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي انا شوحتها على البطاطس. كده بقت جاهزة معايا، شايفين؟ حلوة قوي، كانت ريحتها حكاية يا جماعة. هنزل بقى ببقية التتبيلة بتاعتي اللي انا عملتها، طماطم وبصل وشوية التوابل بتوعي. كانت ريحتهم حلوة قوي. مش هحط بقى مية ولا اي حاجة خالص، هي كده بقت مظبوطة. طبعا هتقولوا لي ناشفة ومحتاجة مية، هي كده مظبوطة تمام جدا. المفروض ان التسوية بقى ان انا الف بفويل وادخل فرن، بس انا بحب اسهل الامور شوية. عندي الغطا ده مظبوط على الصينية، اي حاجة مظبوطة عندي هظبطها كده وهحطها على البوتاجاز. اول ما تبتدي تسخن معايا ههدي النار عليها واسيبها تستوي براحتها. طبعا انا مش مقطعه الخضار بتاعي صغير عشان ما يتهريش، مقطعاه تقطيع ايه مناسب كده مع الفراخ عشان كله يستوي في نفس التوقيت. اول ما تستوي معايا بقى همسك الفرشة كده وادهن الفراخ كلها من الصلصة اللي نازلة تحت الفراخ والبطاطس، وهدخلها تحت الشواية لما تاخد اللون الجميل ده معايا. شايفين طعمها وشكلها وريحتها كانت حلوة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.